بصوا بقى الجمال عدى الكلام. اكل المطاعم كله هنعمله في البيت بتكات وحركات احلى من بتاع المحلات. احلى بروست هتعمليه في حياتك، انسي انك تشتريه تاني. معايا هعرفك كل خطوة هتعمليها ازاي، وهعرفك الطعم الاصلي للبروست. انا في الفيديو ده جبت لكم كل اسرار المحلات، هعرفك ازاي تعملي البروست زي المحلات بالظبط بطعم خطير. انسي انك تشتريه تاني. بص الجمال عدى الكلام. بروست مستوي 100%، مفيش ولا نقطة دم فيه، وطعمه خطير ومقرمش ورهيب. تعالي ما اقولك هتعملي اكل المحلات في البيت ازاي بأسهل طريقة. انسي انك تشتريه تاني. تعالي هوريكي خطوة بخطوة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطي لايك كده الجميل بتاعك علشان غيرك يشاهد الفيديو، علشان كله يعرف الطريقة. تعالي كده معايا علشان اقولك انا عملت الجمال والعظمة دي ازاي. هنجيب الاول طبق بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليه ب6 كوبايات من المية. بعد كده هنزل عليه ب4 معالق من الملح، وكمان 3 معالق من السكر، وكمان 4 معالق من الخل. طبعا انا هنقع الفراخ في المحلول ده من بالليل لتاني يوم. المحلول ده جميل جدا يا جماعة، لانه طبعا بسيب فيه الفراخ من بالليل لتاني يوم، بيساعد على تسوية الفراخ، وكمان بيدخل جوه الانسجة لاني انا بفتح في الفراخ فبتخلل جوه الانسجة، فبيساعد على التسوية علشان الفراخ تكون مستوية بنسبة 100%. طبعا الفراخ انا بجيبها بديها تفتيحات كده بالسكينة علشان طبعا المحلول ده يدخل جواها ويساعد على التسوية وبيتخلل جوه الأنسجة. طبعا الفراخ يا جماعة الراجل هو اللي مقطعها، وبصراحة مش عجبني تقطيعه المرة دي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو انا مفتحاها تفتيحات اهو، وهعمل فيها كلها كده زي ما قلت لكم ان الراجل هو اللي مقطعها. يعني عامل فيه مثلا صدر كامل حاطه كده، طب ازاي ودي بروست؟ وعامل حاجات تانية مثلا، عامل الصدر ايه حتتين، وبعد كده الورك حتتين، مش مقطع تظبيط كده. فانا بصراحة مش عجبني. بعد كده انا هجيب الفراخ منه وانا اللي اقطعها في البيت، بس كل مرة بيقطعها حلو الا المرة دي. المهم فتحت الفراخ كلها، وبعد كده حطيتها في المحلول قدامك اهو. هحطها في التلاجة واسيبها لتاني يوم، بس هغطيها بحاجة. عايزه اقول لكم ان الفرخه حوالي 1800 جرام، يعني 2 كيلو الا 200 جرام. طبعا هتقولوا لي هي كده هتبقى كبيره في البروست مش هتستوي. والله العظيم هتستوي. طبعا دول 3 فرخات ونص من البروست، 3 فرخات ونص من البروست. والفرخه حوالي 1800 جرام، يعني 2 كيلو الا 200 جرام. طبعا احنا بنجيبها هنا بتبقى اصغر من بتاعه الطبيخ علشان دي بروست علشان تستوي. تعالوا بقى ما اقول لكم على الخليط اللي هعمل فيه الايه، الفراخ تاني يوم. احنا دلوقتي كده تاني يوم، زي ما قلت لكم احنا دلوقتي تاني يوم بقى. تعالوا هنطلع الفراخ من التلاجة من المحلول، وبعد كده دلوقتي هعمل معاكم خليط. الخليط ده عبارة عن ايه؟ معلقة كبيرة بابريكا، معلقة ونص كبار من الزعتر، وكمان معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، وكمان نص معلقة ملح، وكمان نص معلقة فلفل أسمر، وكمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان 2 كوباية من الدقيق، وكمان كوباية من النشا. انزل عليهم باول كوبايه من الميه واقلب فيهم بالمضرب كويس جدا، وبعد كده هنزل بتاني كوبايه من الميه. طبعا الميه انتي بتحطيها لحد لما تلاقي الخليط شبه خليط البانكيك بالظبط. طبعا زي ما قلت لكم على المقادير مظبوطه، والميه هتنزلي عليه لحد ما تلاقيه شبه خليط البانكيك، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. بعد كده طبعا انا بطلع الفراخ من التلاجة. طبعا الفراخ زي ما قلت لكم كنت حطاها في محلول النقع من بالليل، اهو طلعناها دلوقتي. بعد ما عملت الخليط اللي قدامكم اللي شبه خليط البانكيك، هصفي الفراخ من الميه دي كويس جدا واحطها في الخليط ده. اهو حطيتها في الخليط ده. طبعا انا حطيتها في علبه التلاجة ليه؟ علشان انا لسه هحطها في التلاجة تاني واغطيها واسيبها كام ساعه. هنسيبها حوالي من 5 ل6 ساعات. طبعا احنا كنا الصبح حطيتها في الخليط ده وسبتها في التلاجة، غطيتها كده في علبه التلاجة الكبيره دي وسبتها من 5 ل6 ساعات. تعالوا بقى بعد ما عدى عليها 5 أو 6 ساعات، تعالوا علشان نعمل ايه؟ آخر خطوة. تعالوا ما أقولكوا على البهارات الموجودة معايا دلوقتي. معلقة كبيرة زعتر، وكمان معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، وكمان نص معلقة كبيرة بابريكا، وكمان نص معلقة كبيرة ملح، وكمان نص معلقة كبيرة فلفل أسمر، وكمان معلقة كبيرة بهارات فراخ، وكمان نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة كركم، وكمان 4 كوبايات من الدقيق، وكمان كوباية من النشا. طبعا هنجيب المكونات دي كلها. هنجيب الاول طبق بلاستيك هننزل عليه بالدقيق وكمان النشا، وكمان هنزل عليه بالبهارات دي كلها واقلبها في بعضها
عشان طبعا ده الكفر الخارجي بتاع الفراخ، ده اخر خطوة كده، ده هيكون الكفر الخارجي. هجيب البهارات واقلبها في النشا والدقيق كويس جدا، وبعد كده هجيب طاسة غويطة او عندك حلة تكون غويطة وهتحطي فيها زيت كتير علشان الزيت يبقى غزير. حطيتها تسخن على النار كده علشان فراخ البروست بتنزل على زيت سخن جدا، على زيت غزير وسخن جدا. دلوقتي بقى هنسيب الزيت يسخن، هنجيب الفراخ نحطها في الكفر بتاعها. هحطها قدامكم دلوقتي واقلب عليها الدقيق بالنشا بالبهارات اهو زي ما انتوا شايفين اهو. لو بتحبي مثلا الغطا اللي من بره ده يبقى تخين كده وحلو ومقرمش اكتر، بتزودي زي ما انت شايفة كده. بعد كده دلوقتي اول لما الزيت بيسخن معايا بنزل عليه بالفراخ الاول على نار عالية، بعد كده بوطي عليه وطبعا غطيته كمان وسبته يستوي على نار هادية. بعد كده بروح مقلبه على الوش التاني على نار عالية وبعد كده على نار هادية علشان يستوي كويس جدا ويطلع جميل ومفيش فيه ولا نقطة دم. زي ما انتوا شايفين حطيته على نار عالية وبعد كده وطيت عليه وبعد كده قلبته على الوش التاني على نار عالية وبعد كده وطيت عليه، وطبعا بغطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية علشان يطلع بالحلاوة والجمال والطعامة دي. طبعا يا جماعة انا عملت البطاطس دي قليتها في طاسة لوحدها وكمان الفراخ في حتة لوحدها. عايزة اقول لكم ان الفراخ والله العظيم طالعة خطيرة احلى من بتاعة المحلات ومستوية بنسبة 100%. يعني في ناس انا بشوفها على النت بتجيب الفرخة كيلو ونص زي المحلات، لا انا جايباها كيلو 800 جرام، يعني 2 كيلو ل 200 جرام والله العظيم واستوت ما كانش فيها ولا نقطة دم. طبعا زي ما انتوا شايفين دول 3 فرخات ونص، بس هما مش باينين في الطبق قوي علشان انا حطاهم في الاطباق كده فوق بعضهم، بس ما شاء الله حجمهم حلو 3 فرخات ونص وكمان طعمهم خطير. طبعا انا نزلت معاكم طريقة عمل سلطة الكول سلو وكمان لسه هنزل لكم التومية والرز البسمتي المفلفل الجميل ده في فيديو لوحده. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. وطبعا حطيت معاهم ده بيبسي اللي هو مصري علشان المقاطعة، حتى لكل واحد احنا 6، حتى لكل واحد ازازة. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. طبعا الرز لسه فيه رز كمان بس المكان هنا مش مكفي، وكمان لسه فيه تومية بس برضو زي ما قلت لكم ان المكان مش مكفي ان انا احط على الرخامة. جربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا، انسي انك تشتريها تاني. والله العظيم لو عملتيها بالطريقة دي هتنسي انك تشتريها تاني. وكمان كنا جايبين عيش كايزر بس معرفتش احطه على الرخامة لان المكان مش مكفي، وزي ما قلت لكم كان لسه فيه رز وكمان تومية بس المكان ما كانش مكفي. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. ما تنسيش تعملي لايك علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. بيكون فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان اعمل لكم احلى اكلات واحلى مشروبات واحلى حلويات واحلى فلوجات على القناه. تابعوني ان شاء الله هيوصل لكم كل جديد وهيوصل لكم حاجات جميله جدا هتعجبكم. اهم حاجه زي ما قلت لكم اللايك. مع السلامه.